السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكون البيت الشعري من الشطر الأول اللي نسميه الصدر، ويتكون من الشطر الثاني اللي نسميه العجز. اوكي، هذا الجزء من البيت يسمى حشو البيت الشعري. والتفعيلة الأخيرة اللي تجي آخر البيت هي نسميها بالشطر الأول نسميها العروض، هي آخر تفعيلة بالصدر نسميها العروض. أما بالنسبة للشطر الثاني أيضا يحتوي على الحشو. أوكي، هذا جزء ما يسمى بالحشو. والتفعيلة الأخيرة من البيت الشعري هي ما تسمى الضرب، التفعيلة الأخيرة من البيت الشعري. هاي مكونات البيت الشعري. الآن ننتقل إلى الأوزان. الأوزان تتكون من أسباب وأوتاد. الأسباب هي من حرفين، والأوتاد من 3 حروف. أوكي، فالأسباب السبب الخفيف هو متحرك بساكن مثل من، عن. دائما المتحرك إذا أجى وراء ساكن يلفظن سوى، يعني ندمجهن باللفظ، مثل من، عن، فا، ما نقدر نفصل، يعني هاي من خلال اللفظ يعني واحد راح يحس بيها. أما السبب الثقيل متحرك متحرك مثل لم، ما. نقدر نفصل اللام عن الميم، لم، ما، رأى. أما هناك من وعن ما قدرنا. الوتد المجموع مثل متحرك بساكن، لا، فعو، متحرك بساكن. الوتد المفروق متحرك بساكن بمتحرك مثل عمري. هاي الأوزان أتمنى تحفظوها. هسه ناخذ التفعيلات. عندنا خماسية وعندنا تفعيلات سباعية. رايح اخذ تقريبا 5 تفعيلات، والباقيات من خلال البحور احنا راح نتعلمهن المهمات. مثل فعول، فعو هاي وتد مجموع. ليش؟ لان متحرك بمتحرك بساكن، هاي وتد مجموع. اللون هي سبب خفيف لان اللام متحركة والنون ساكنة سميها سبب خفيف. 2 مثل مفاعيل. ايضا تحتوي على وتد مجموع فا، يعني متحرك بساكن. وعي هي سبب خفيف. اوكي، واللن هي ايضا سبب خفيف لان متحرك بساكن. قلنا السبب الخفيف هو متحرك بساكن ويلفظن سوى، يعني المتحرك والساكن يلفظن سوى. المتحرك وحده يلفظ اذا اجى وراء متحرك. التفعيلة الثالثة هي مفاعلة. اوكي، ايضا نفس الشيء وتد مجموع. هسه عرفنا الوتد المجموع هو متحرك بمتحرك بساكن. والسبب الثقيل هذا سبب ثقيل لان متحرك بمتحرك. اما هذا التنهية يعني التاء والنون تجي سبب خفيف. التفعيلة الرابعة مستفعيلون، يعني شوف من خلال اللفظ انا جاي احس دمجتهن باللفظ. تفعيلون، مستفعيلون، هذا سبب خفيف. هذا الثاني جزء ايضا سبب خفيف. هاي العي يعني مكسورة العين واللام عليها ضمة والنون ساكنة، اذا صار وتد مجموع لان متحرك بساكن. يعني اتمنى تحفظوهن، يعني من خلال الممارسة ذن جدا سهلات. خلينا ناخذ تفعيل الخامسة فعيلات. ايضا تتكون من سبب خفيف وتتكون من وتد مجموع. اوكي، وتتكون من سبب خفيف.
يعني من خلال اللفظ احنا نقدر نميز هاي التفعيلات. الرموز العروضية عندنا رمزين، حرف الباء للحرف المتحرك، يعني اذا اجانا حرف متحرك واحد مثل لم ما صار متحرك ومتحرك، باء باء، لم ما لما او لما يعني مو لما العفو، لم يعني من خلال اللفظ. عندنا المتحرك والساكن نرمز له خط مثل من. هسه هذه الكلمة مثال تتجاهلي. اوكي، عندنا التاء بتاء متحركات، والجيم متحركة، الالف عليها سكون لين حرف علة، والهاء متحركة، اللام متحركة، الياء. ت ت يعني صارت باء باء، ت ت لين شوف نلفظ ما ندمجهن، ت ت جا، ه لي. اوكي، حسب الحروف اعطيناها رموز. مو ت فا عي، مو عليها ضمة تا. هسه كل وحده اعطيها باء، ليش؟ لان كل وحده عليها حركه خاصه، اما اذا اجت وراها ساكن لا راح اعطيهن خط. باء باء خط، اي متحرك وحده اعطيتها باء، لون متحرك بساكن انطيته خط، صارت متفاعل تشبه تتجاهلي، تتفاعل، متفاعل العفو طبعا، اي متفاعل تتجاهلي. لا قد طالت، شوف بس اللام لفظتها واحدة، اما القد والطا واللت كلهن لين مدموجات وراهن سكون. لا قد طالت اعطيها باء خط بخط بخط، لين بس اللام متحرك اعطيتها حرف باء، وذني مدموجات اعطيتهن على خط خط خط. مفاعلة العفو، مفاعيل ايضا، هاي باء الميم متحركة، الفاء متحركة، راح اعطيهن باء بخط بخط بخط. ليش؟ لان كل حرف اجا وراه ساكن، كل حرف اجا وراه ساكن. هسه هاي الميم متحركة، شو انطيته؟ بس باء لين عليها فتحة. العفو مو ما ايه. والفاء اجت متحركة بساكن اعطيتها خط، والعي متحرك بساكن، ما اقدر افصلهن باللفظ، هن مدموجات سوا، يعني من خلال مثل من عن عي فا مدموجات باللفظ، اعطيتهن خط، لون اعطيتها خط. اوكي، مثل فعولن، فعو يعني لفظت الفاعو لن من خلال لفظ فاعولن. فالفاء وحدها اعطيتها باء، عو راح اعطيها خط، واللون ايضا راح اعطيها خط. هاي الرموز حفظوها لان راح نحتاجها وين؟ من نقطع البيت الشعري. هسه لان لازم كل واحد يعرف شنو هو المن يعني. هذا البيت راح هسه كتبه كتابة عروضية. اوكي، على مود شنو؟ نبدي نقطعه. قي فا نب، قي فا نب، قي فا يعني كي من ذك را، قي فا نب كي من ذك را. حبيب، التنوين سويتها نون، حبيب. ومنزلي، الكسرة اللام راح تصير حرف ياء لان هذه عروض، يعني جايب اخر تفعيله. هسه ابدي اقطعه. الفاء متحركه اعطيها باء، القاف واللام راح اعطي فاء، الفاء والالف اعطيها خط بخط. الكي متحركه اعطيتها باء، من متحرك بساكن خط، ذك اعطيتها خط، را اعطيتها خط، ح فتحه على الحاء اعطيتها باء، ذني على خط خط لان يعني مدموجات، وباء من زي. اوكي، فعولن راح ابدي حسب الحركات اللي اخذناهن، يعني كل حركه ايش تعني لها التفعيله مالتها. فعول، مفاعيل، فعولن لين متحرك بخط بخط، باء بخط بخط تصير فعول مفاعل. اوكي، يعني ها بالممارسه راح ناخذها بالابيات تصير جدا سهله عندنا. اوكي، من خلال الابيات اللي راح ناخذها والبحور تصير عندنا جدا سهله. هسه ناخذ بيت شعبي. يناه الشوق ذم ذات من ذات. يناهش يعني حذفنا الالف والشين، والشين تصير مشدده. يناهش هذا حسب الكتاب العروضيه اللي اخذناه بالدرس الاول. شو يناهش، يناهش. ذم مو حذفنا التاء، ذم مو يعني من خلال اللفظ. ذم مو ذا، يناه الشوق ذم مو ذا من ذات، تاء من ذات. اوكي، راح هسه ابدي اقطعها. ي متحرك اعطيتها باء، نا
متحرك بساكن خط، هش خط، شو طيتها خط، الكاف متحرك طيتها باء، ذم طيتها خط، مو طيتها خط، الذا ايضا خط، التاء هنا متحركة طيتها باء، ومن متحرك، والذا طيتها متحرك، وهذا الحرف الاخير ساكن. اذا هسه رايح ابدي حسب التفعيل هاي عمود اعرفها من يا بحر. مفاعيل، هاي احفظها ان الرموز اعرفها تعني لي مفاعيل. مفاعيل ايضا هاي صارت مفاعيل، مفاعيل، صارت مفاعيل مفاعيل مفاعيل، يناهي الشو ذم وذا من ذات. اوكي، خلي اخذ الشطر الثاني عمود يوضح اكثر. فرق ما بي حالي وحا لك بعيد. فرق ما بي هن حا لي العفو تروح يعني تندمج الياء تصير حالو حا لك بعيد. هي من خلال اللفظ تبين، يعني تبين الحروف اللي تحذف. هسه فرق ما بي، النون عليها حركة طيتها باء، حالو حا، اللام عليها حركة ايضا طيتها حركة، والكاف والباء متحرك بساكن طيتها خط، والعي ايضا العين مكسورة والياء علي ساكنة طيتها خط، وهذا الحرف الاخير اجوا حدا ساكن. اكتبها ايضا التفعيلة مالتها حسب هاي الرموز. مفاعيل مفاعيل مفاعيل. اوكي، يعني هاي خلال الابيات الجاية والبحور راح نتعلم اكثر. هاي مجرد صورة عامة عن الموضوع. اوكي.